السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبنا وأهلنا، يا رب تكونوا بخير وبألف خير. اللهم ارحم موتانا واشفي يا رب مرضانا، اللهم آمين. الأستاذة حنان زاهر، عضوة أمانة في حزب حماة وطن، طلعت حضراتكم في كلام مهم وكلام يعني أي حد يسمعه لازم يقف عنده. في عندنا مثل بيقول في حاجات كده بتخلي الأخرس يتحدث، يعني اللي ما بيتكلمش لما بيشوف حاجة معينة، حاجات معينة بيتكلم. وبصراحة اللي قالته الأستاذة حنان زاهر كان لازم إن احنا نتكلم. خلاصة الموضوع حضراتكم إن هي حبت تترشح عن الحزب لكرسي في البرلمان، فقالت شخلل عشان تعدي. وتاريخ شخلل عشان تعدي حضراتكم، العبارة الشهيرة دي مستوحاة من فيلم سلام يا صاحبي بتاع عادل إمام، لما كانوا بيودوا البضاعة وكانت بتطلع عليهم العصابة بيقول له شخلل عشان تعدي، يعني لازم تدفع عشان تعدي. حضراتكم قالت إنها عايزين منها 25 أو 8 الكرسي بنفس اللفظ، كرسي البرلمان ب 25 مليون جنيه، وكمان عاملين لها خصم عشان هي موجودة عضوة في الحزب أو عضوة أمانة، في أسعار بتوصل ل 40 و50 مليون، وده كلامها إن الكرسي بيتباع ويشترى. وحضراتكم الكلام ده حضراتكم بيدينا نقطة مهمة لازم نفكر فيها. معنى حضراتكم ثمن الكرسي 25 مليون جنيه، اللي فيه ناس ممكن يعني محتاجة 2000 جنيه عشان تقدر تكمل باقي الشهر، تستلفهم كل شهر 25 مليون جنيه. إذا تحول الكرسي أو كرسي البرلمان إلى بضاعة، وهناك بضاعة يبقى هناك مشتري، وهناك تاجر جملة وهناك تاجر تجزئة. ده حضراتكم اللي قالته الأستاذة حنان زاهر، إن 25 مليون جنيه ثمن الكرسي، ده إكراما ليها هي، يعني ده سعر مميز، ده سعر مخفض. وقالت إن في أسعار بتوصل ل 50 مليون جنيه عشان تشتري الكرسي. وقالت بنفس اللفظ، مش احنا اللي بنقول، هي اللي بتقول ثمن الكرسي بيدفع له حضراتكم ملايين، بتوصل ل 50 مليون جنيه. ده اللي قالته الأستاذة حنان زاهر في فيديو مشهور حضراتكم. ده اللي حاصل، ده الأمر الغريب، دي الحاجة اللي قلنا عليها في بداية الفيديو، من ضمن الحاجات اللي تخلي الأخرس التي لا يتحدث ينطق ويتكلم. ده الحال اللي وصل له المجتمع المصري. وفقنا الله لما فيه الخير. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.